هنا كانت البداية حينما وضعنا أقدامنا بأول خطوة في هذا الصرح التعليمي الشامخ لتحقيق الحلم وصناعة المستقبل. وهكذا بدأت رحلة ال1000 ميل بجد واجتهاد ومثابرة وإصرار. ولبلوغ الحلم كان لابد من حمل معول الأمل وتحطيم حواجز الإحباط للتغلب على كل التحديات المحدقة بنا من كل جانب. وبعد مرور عامين من الدراسة اندلعت الحرب في البلاد وتسببت بتعطيل العملية التعليمية، فأغلقت الجامعة وذهب كل منا إلى همومه التي أنتجتها الحرب. بعد هذا الغياب القسري والانقطاع الإجباري عن الدراسة أعادت الجامعة فتح أبوابها لنلتقي مجددا على طاولة الحلم بمستقبل أفضل، رغم الألم الذي تركته المقاعد الفارغة لزملائنا بعد أن ودعتهم أحلامهم في معركة الدفاع عن الوطن. مضى العامين الأخيرين بسرعة بكل المواقف والذكريات المختلفة، فها نحن نودع آخر لحظاتنا في هذا الصرح الشامخ، وكلنا فخر واعتزاز بما تعلمناه خلال فترة دراستنا الجامعية. أربعة أعوام ستظل محفورة في ذاكرتنا وقلوبنا ولن تنمحي، نتوجها اليوم برفع قبعات التخرج عالية، فالطموح الذي كان بالأمس حلما أصبح اليوم حقيقة. رغم الظروف والصعاب التي مررنا بها إلا أننا حققنا حلمنا وتخرجنا. مرت سنين الدراسة بين جهد واجتهاد وتحقق الحلم. 4 years of hope, optimism and success. العلم نور واحنا للعلم أنوار، مبروك افرشوا لنا أجمل زهور. تحدينا الحرب وتحت الضرب تخرجنا. 4 سنوات من التفاؤل والأمل والنجاح. مرت 4 سنوات من العلم والجهد والكفاح، وبحفظ الله ورضا والدي علي ودعواتهم لي حان الآن موعد الوصول للنجاح. 4 سنوات وأخيرا تحقق حلمنا وتخرجنا. رغم الحرب والتعب والحصار قطعنا الدرب وتخرجنا. درب الطموح وسنين مرت بس بالبال تبقى. رغم الوضع والمخاطر التي واجهناها إلى أننا كافحنا حتى حققنا الهدف. ها أنا أقف عند منعطف الطريق، مشوار طويل عبرته بكل مشاقه ومتاعبه. 4 سنوات رغم الألم والحزن والحصار فيها لم تمنعنا من تجاوز الصعاب والسمو فوق الألم والارتقاء فوق المعاناة، لنصنع لأنفسنا مستقبل مزهر ينبعث منه الأمل رغم الألم. حرب وحصار وظروف صعبة ولكننا انتصرنا. ها نحن نتوج اليوم وننهي مشوارنا ونرتدي قبعة التخرج رغم أنف الحرب. النجاح 4 كلمات: النون نتحمل فيها التعب والسهر واليأس، والجيم في طياته جهدا وكفاح، والألف إصرارنا سر تفوقنا، والحاء حققنا ما حلمنا، وفي الأخير حصدنا خير وتخرجنا والله وفقنا. 4 سنين من التعب والحصار، ها أنا اليوم أرفع قبعة تخرجي أنا وصديقاتي، وأهدي تخرجي لمن كان سندي الأول والأخير أمي وأبي. رغم الحرب والألم إلا أننا وصلنا إلى نهاية المطاف، وأهدي تخرجي إلى من كان سندي في دراستي
أمي الغالية وأبي الحبيب. فرحة قبلت علينا في شكل الأمطار، واملت قلوب الكل فرح وسرور. العلم نور واحنا للعلم أنوار. مبروك. أشكر كل من علمني حرفا، أشكر كل من له حق علي، أشكر كل من أسدى إلي خيرا أو معروفا. الشكر يعود لله عز وجل أولا وأخيرا، ومن ثم إلى أمي وأبي الغاليين. كما أهدي تخرجي هذا وفرحتي إلى كل من وقف بجانبي وساندني للوصول إلى ما أنا عليه اليوم. لا يصل الناس إلى محطة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب، الفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في مثل هذه المحطات، فوالله لا يوجد في الدنيا فرحة تضاهي فرحة النجاح. ونكمل احنا مع